مساء الخير على كل بيشوفوني. أنا اسمي دينا ومعاكم في رابع حلقات برنامج شخصيات من زمن فات. البرنامج بيتكلم عن أهم الشخصيات الفنية والتاريخية والأدبية، شخصيات الزمن الجميل اللي لسه أعمالهم الجميلة عايشة معانا لحد دلوقتي. معظم هذه الشخصيات بدأت حياتها بصعوبة، لكن حفرت أساميها وأعمالها الجميلة لسه في قلوبنا ولسه عايشة معانا لحد دلوقتي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للحلقة. شخصية النهاردة هي أول امرأة مصرية بتقود طائرة في مصر والوطن العربي وفي قارة إفريقيا. أول امرأة مصرية بتقود طائرة من القاهرة إلى الإسكندرية. أول امرأة مصرية بتحصل على إجازة الطيران سنة 1933. وثاني امرأة بتقود طائرة بعد الأمريكية إيميليا إيرهارت. طبعا عرفتوا أنا بتكلم على مين؟ أنا بتكلم عن كابتن لطفية النادي. تعالوا بينا نتكلم على حياتها ونشأتها. اتولدت كابتن لطفية النادي سنة 1907 بالقاهرة. والدها كان يشتغل في المطبعة الأميرية، ودخلت مدرسة الأمريكان كوليدج وسمعت عن الطيران اللي كان وقتها محتكر على الرجال فقط. فكرت ليه ما تدرس الطيران وتحقق حلمها. فوالدها كان معارض دراستها للطيران، لكن والدتها شجعتها وما كانش معاها فلوس في الفترة دي، فذهبت إلى مدير مصر الطيران في تلك الفترة أستاذ كمال علوي، اللي عرض عليها إن هي تشتغل سكرتيرة في مدرسة الطيران، وبفلوس الوظيفة تقدر تسدد المصروفات. وبالفعل اتدربت على ايد مدربين مصريين وانجليز في مطار الماظة، اللي يعتبر من اول المطارات اللي اتعملت في مصر وتأسس سنة 1932. وكانت كابتن لطفية النادي هي الفتاة الوحيدة بينهم. كابتن لطفية النادي بتقول ان من اجمل لحظات عمرها لما خدت طائرة وكان معاها والدها في جولة بالأهرامات. والدها كان فخور بيها جدا وشجعها على جرأتها وشجاعتها، وأرسلت لها زعيمة النهضة النسائية هدى شعراوي برقية تهنئة، وكانت فخورة بيها جدا وقالت لها شرفتي وطنك ورفعتي رأسنا وتوجتي نهضتنا بتاج الفخر. مصر الطيران عملت لها حفلة لتكريمها، وحضر هذا التكريم أبو الاقتصاد المصري طلعت حرب باشا، اللي أهداها 10 ساعات طيران مجانا تكفل بدفع قيمتها. فتحت المجال للعديد من السيدات المصريات النابغات في مجال الطيران، زي كابتن ليندا مسعود أول مدرسة طيران مصرية، والعديد من السيدات المصريات النابغات في مجال الطيران. حصلت على الجنسية السويسرية تكريما لها، وبعد حياة حافلة من العمل والعطاء رحلت كابتن لطفية النادي سنة 2002 رحمها الله. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للحلقة، واشوفكم الأسبوع الجاي مع شخصية جديدة من شخصيات من زمن فات.